بسم الله الرحمن الرحيم. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وقت يوصلكم هذا الفيديو. اليوم راح نشارككم وصفه خبز الدار بالسميد فقط، يعني بدون فرينه، بطريقه سهله جدا. ماشي شرط اللي ما عندهاش البيترا ما ديروش، ديريه حبيبتي، ساهل ماهل، تقدري ديريه في غضون ساعه وانتي تاكلي خبز الدار خفيف يهبل. نروحوا مباشره للمقادير. عندي 3 كيلات نتاع سميد، زدت لهم مغرفه صغيره نتاع ملح، زدت لها لهنا 4 كيلو نتاع زيت. نحكوه مليح او كيما نفس الطريقه اللي نستعملوها في المقروط، يعني رايحين نبسو مليح هذاك الدقيق هكذا بالطريقه هذه. من بعد رايحين نزيدوا المقادير التاليه، واللي هي مغرفه صغيره عفوا مغرفه كبيره نتاع سكر، ومغرفه ونص نتاع خميره، و مغرفه ونص هكذا نقولوا نتاع زريره. يعني درت انا هنا الجنجلان، درت سينوج، درت حبه الحلاوه، ودرت ريحه البسباس. من بعد رايحين نزيدوا البزوج بيض، ورايحين نبلو بالحليب. الحليب اللي هنا انا دالي حوالي 2 كيلات ونص، يعني دوك حسب السميد نتاعكم. اذا كان السميد نتاعكم مرطب رايح يجيكم كما نقولوا راح يميديلكمش الحليب بزاف. انا هنا السميد تاعي كان عادي، يعني مش رطب، هزيته طول مشكره وخدمت به. نبقاو نبلو العجينه تاعنا بهذه الطريقه اللي نتحصلوا على عجينه طريه. حاولوا تجريوها شويه، هذيك هي تشرب لكم شويه ومش راح يتعبكم في العجين. هذه كنقطه اولى. هنا بعد ما تميت الكيله الاولى تاع الحليب، زدت الكيله تاع ثانيه. ثاني كان نقطه ثانيه، اذا كان ما عندكش الحليب بزاف تقدري ديري الكيله الاولى حليب ومن بعد تسمي العجن بالماء. يعني انا كان عندي هنا الحليب، لذلك درت الخبز تاعي كامل بالحليب. نحطوا العجينه تاعنا تخمر مده ربع ساعه. بما انه رانا في البرد لازم تحطوه في بلاصه دافيه البنات. هنا بعد ما فاتت مده تاع ربع ساعه جيت باش نبدا نعجنو. هنا واش نديروا له بون هذه الوصفه كاين بزاف اللي يضرحوا انه يديروا خبز الدار تاع السميد اللي ما عندهمش البيترا. لا، تقدري ديريه بطريقه بسيطه وما يديلكش العجين بزاف. شوفوا هنا بعد ما عجنت زمان، زدت درت كيس تاع خميره كيميائيه وكبيت عليها شويه حليب دافي عفوا، وكملت العجن. حاولت ندخل مليح هذيك الخميره مع العجن حتى تحصلت على عجينه بالقوام هذا، تكون جاريه وتكون رطبه. شوفوا تحسوها خفيفه في يديكم هكذا. من بعد نجيبو بلاطو ندهنوه بالزبده ونرشوه بالفرينه ونقسمو الكيله، يعني حسب الكيله اللي درتيها. انا الكيله تاعي اليوم طيحت لي 2 قرص هكذا. بالطريقه هذه نقرصوا العجينه. من بعد ما نقرصوها رايحين ندهنوها بالصفار بيض. بما انه درنا في العجينه بيض، الصفار خليناه باش ندهنو به القرص تاعنا عفوا زوج. انا درت زوج لهنا. اذا زوج صفار بيض، درت معاهم شويه تاع خل حوالي ملعقه هكذا وخلطهم مليح. انا نحب ندير الخل بزاف في البيض اللي ندهن به الخبز. اولا ينحي لي ريحه البيض، ثانيا نحسوا باللي يجي يبرق البيض هكذا كي تدهنوا به الخبز. ندهنوا القرص تاعنا ونرشوهم باي زريعه عندك، يعني باش تحبي. هنا يحبوا ولادي السينوج، درت سينوج، يعني تقدري ديري حبه الحلاوه، تقدري ديري اي حاجه عندك. من بعد نخليوه يخمر ونلوحوه يطيب ونخرجوه مباشره. نشوفوا بالطريقه كيفاش جا محمر، جا خفيف. دوك نعطيكم الفيديو يوضح لكم يعني مدى الخفه نتاعو. صدقوني اللي ما عندهاش بيترا تقدر ديرو بالطريقه هذه وراح ينجح لها ويعجب افراد العائله نتاعها عفوا. هنا بعد ما نحيته من الفرن وخليته دفى شويه، شوفوا كيفاش جا. قصيته لكم جا حميمر من فوق ومن الاسفل، جا ولا اروع. دوك نقدم لكم الفيديو مليح وتشوفوا مدى الخفه نتاعو. كي تضغطي على الخبز تاعك ويعاود يطلع وحده، هنا تعرفي بلي الخبز تاعك جاك خفيف وما يجيش معجن وجات النتيجه ناجحه 100%. اذا في الاخير نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه
وديروها وراح تعجبكم بزاف بزاف بزاف. الى اللقاء حبيباتي، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم سالمين.